ازيك يا صحاب، عامل ايه؟ رجعت لك تاني فيديو في القناه او تالت فيديو. والقصه بتبدا بواحد اسمه وانغ فو، صاحب 5 ميراكلوس، والخمسه ميراكلوس دول يقدروا يتحكموا في اي حاجه وبدلهم واحد بس هو ميراكلوس الفراشه. واي حد لو دخل في ميراكلوس الفراشه ده يتحول لشرير ويقدر ينقذهم. الدعسوقه والقط الاسود، ميراكلوس القط الاسود والدعسوقه. وبعد كده بالصحاب بنشوف بنت اسمها مارينات، يعني هي بتلخبط كل حاجه ومش بتعرف تعمل حاجه حرفيا، وتوقع كل حاجه ومش بتبقى عامله حاجه خالص في حياتها غير اللي هي تصحى تروح مدرسه بس كده. بعدين نشوف بنت اسمها كلوي، حرفيا بتوقع عليها نقطه واحده بس من القهوه. بعدين كلوي دي بت اللي هو عمده، وبعدين بتمسكها حرفيا تهزق مارينات علشان كانت على الهوا. البنت اليا دي كانت بتصورها، اليا دي صاحبة مارينات الشقة يعني. وطبعا بنشوف انها مش بتعرف تعمل اي حاجة ولا معامل ولا اي حاجة خالص وفاشلة. كلوي كل شوية تضايقها يعني وترخم عليها. وبعد كده في تاني مشهد بنشوف ولد اسمه ادريان، جميل برضو شبه مارينات، هو برضو يعني شبهها شوية، ما بيعرفش يعمل حاجات وبيعرف يعني، بس هي ما بتعرفش تعمل اي حاجة خالص. وبعدين بنشوف انها بتقع في حب ادريان، بس هو مش بيقع في حبها خالص علشان ما كانش بيحب حد اصلا ساعتها. بعد كده هنعرف هو بيحب مين. بنشوف ابو ادريان و يعني مديرة اعمال ابو ادريان، مش امه ولا حاجة، مديرة اعمال ابوه. وبعدين ابوه بيبقى مستني يوم واحد بس في الشهر علشان يقعد مع ابوه، وبعد كده ابوه بيفلسع يعني ما بيقعدش معاه. وميراكلوس الفراشة الشرير ده بيبقى مع ابوه جابرييل اجريست، هو ابوه اسمه كده. وميراكلوس الفراشة ده هو عايز ميراكلوس الدعسوقة والقط الاسود، عشان لو لبس ميراكلوس الدعسوقة والقط الاسود مع بعض يخلوه يحقق امنيه واحده. وهو عايز يحقق امنيه ان مراته تصحى، او زي الشيطان الرجيم يعني، هي مراته ميته وهو عايز يصحيها. ويعني ده اللي هو عايزه. ولازم عشان ميراكلوس الدعسوقة والقط الاسود يظهروا لازم يبقى فيه فوضى في الشارع. بعد كده المعلم وانغ فو اللي هو معاه ال5 مجوهرات بقى معاه 4 بس عشان ميراكلوس الفراشة راح، بيحس ان في شر في المدينة وميراكلوس الفراشة راح في الخطأ. بعدين ميراكلوس الدعسوقة والقط الاسود بيهربوا وبيروحوا للبنات والولاد اللي يستحقوها. وميراكلوس الدعسوقة بيبقى عبارة عن حلق، وميراكلوس القط الاسود خاتم. وميراكلوس الدعسوقة الحلق طبعا بيروح للبنت مارينات. وعرفت ابو الصحاب ميراكلوس القط الاسود الخاتم بيروح لمين؟ ايوه لادريان، بس طبعا مش دلوقتي. بيطلع من الحلق يعني بنت كده صغنونه خالص كيوت جدا. بص هي دي جميله جدا صح؟ اسمها تيكي تقريبا، ايوه هي اسمها تيكي، كيوت جدا. ولو مارينات يعني قالت تيكي وقت النقاط او ما قالتش اي حاجه تتحول يعني الاثنين. والتيكي دي بجد جميله جدا. بعدين بيشوف قطه كده سودا، والقطه السودا بتسيب له خاتم، ايوه خاتم القط الاسود. طبعا لما بتقول تيجي وقت النقاط بتتحول، وهو لما يقول بلاك مخالب بيتحول. بعدين بيتقابلوا، بيبقى في راجل عايز يتجوز واحده بس هي بتقول له معلش يا حبيبي انا بحب واحد تاني، وبتطلع تفلسع وتجري. فهو طبعا بيتعصب، واي حد بيتعصب بيدخل جوه الاكومه اللي هي تبع ميراكلوس الفراشه ويتحول للشرير تبع هوكموس ويقدر يعمل اي حاجه شريره. وطبعا دعسوقة الاسود بيقعوا في يعني اللي هو اللي بيتجوزوا فيه يعني الناس. بعدين بيلاقوا الوحش اللي هو اسمه كراكديدول، كروكودايلوز، كايرولوز ايوه هو اسمه كده، معرفش ايه الاسم ده، انا معلش بس لو نطقته غلط يعني، انا بنطق كل الاسامي غلط اصلا. كايريكوز ده بيكون عايز ميراكلوس الدعسوقة الاسود عشان يديهم لهوكموس. ايوه الشرير هو اسمه هوكموس، بس هو اسمه جابرييل اجريست، يعني بتحول ميراكلوس فراشه اسمه هوكموس وكده، ولما بيبقى بينزع التحول بيبقى اسمه جابرييل يعني كده. وطبعا المعلم فو بيطلع يقول لهم انتوا لازم تقضوا على الشر. بعدين بيقول انت بطيخه، هي فعلا شبه البطيخه والله، يعني احمر في اسود بطيخه. ايه ده يعني، هو بالصحابه هو يعني بطيخه هي جميله عسل اهي، احمر واسود. لا ده بذرة مش اسود، فين اهي ده بذرة اسود اهو، الله جميله، الله حلوه اصلا اهي بجد دعسوقة هي دي اهو شايفوا في الصحاب هي دي دعسوقة بجد. بطيخ 50 جنيه، بطيخ 50 جنيه، تعالى اشتري من عندي بطيخ، يلا تعالى اشتري من عندي. بعدين البطيخة دعسوقة قصدي يعني بتسلم على القط الاسود وبعدين تمشي.
وهو القط الاسود ادرين بيقع في حب الدعسوقة اللي هي مارينات اللي وقع في حب ادرين، اللي هو ادرين مش بيحب مارينات بس بيحب الدعسوقة اللي هي مارينات. وحوار كتير يعني احنا والله احنا بنلخص ميراكلوس يعني نهضة، هو اسمه كده يعني الحلقة دي اسمها ميراكلوس نهضة، يعني احنا بنلخص ميراكلوس نهضة مش فيلم تركي والله يا جماعة. ادريان بيحب الدعسوقة اللي هي مارينات، ومارينات بتحب ادريان اللي هو ادريان ذات نفسه، وادريان القط الاسود مش بيحب مارينات وبيحب الدعسوقة اللي هي مارينات. يعني ايه القرف ده؟ وطبعا مارينات مش بتبقى قادرة انها تحارب حد تاني وبتبقى كسولة يعني كده يا ابو صحاب زي او زيك، عشان انت مش راضي تنزل تحت وتشترك في القناة وتفعل زر اللايك، يعني مش هيحصل لك حاجة. بعدين كل شوية مارينات بتقعد ترمي الحلق وبيرجع لها تاني، يعني مش بيجري. وطبعا هو دلوقتي هوكموس بيعوز ان هو يعمل اشرار كتير علشان هو بيغني، يعني انا بقى بغني علشان ياخد مراكز الاسواق والقط الاسود. بعدين اشرار بيروحوا يخترقوا بنك ويدخلوا جواه وياخدوا الفلوس اللي فيه. وبعدين بقى نشوف اليا اللي هي بتحب ولد اسمه نينو، وادرين بيحب الدعسوقة اللي هي مارينات، المارينات بتحب ادرين، وادرين بيحب الدعسوقة اللي هي بتحب ادرين اللي هو القط الاسود. بعدين مارينات طبعا بتتحول زي ما احنا عارفين الدعسوقة، وطبعا تبقى بطيخة. وبعدين بتاخد طفل كده رضيع صغير وبنطلع اللي هو مش طفل ولا حاجة، ده بالونه اصلا كبيرة والشرير كمان. وبعدين بتهزم الاشرار وتوتا لا لسه يا ابو صحاب، هو في حاجة تانية؟ ايوه اليا بتصورهم. وبعدين بيبقى الحلقة بتخلص؟ لا لسه طبعا كتير. بعدين بيقعدوا يتنططوا شوية وبيمسكوا الاشرار، ويعني الجرايد بيعرفوهم وكل حاجة بتمشي تمام لغاية حاجة واحدة. بعدين هي مارينات بتجري ويعني الدعسوقة وبتحب طبعا تقعد مع القط الاسود وكده، وبيقعدوا يعني هو يقول لها انا اقوى منك، بتقول له لا وبعدين يحاربوا بعض. بعدين هو يكون عايز يبوسها بالصحاب، وبعدين بتقول له معلش اصلي بحب ادرين، وادرين اللي هو انت، وهو بيحب الدعسوقة اللي هي مارينات اللي هي بتحب ادرين وهو ما بيحبهاش، بيحب الدعسوقة. القرف ده. بعدين كلوي تقول لها شفتي مش بيحبك يا مفعوصة، بيحبنا انا. لا مش بيحبنا، يخرب بيتك، لا يخرب بيتك بيحب كلوي مش انا طبعا. بعدين مارينات تبقى حزينة عشان هي بتحب ادريان، وادريان الحيوان بيحب الدعسوقة اللي هي هو. بعدين بيقول فيها ايه لو سبت نفسي انا وابقى انا الشرير اقوى من اي حد قبل كده. وبعدين بيسيب نفسه، ودي اهم حدث في المسلسل حرفيا يا ابو الصحاب. بعدين بيقول هنتقم منكو. وبعدين طبعا بنشوف الدعسوقة القط الاسود بيجروا، لا هم الناس يعني بيجروا، والدعسوقة القط الاسود بيظهروا. بس قبل ما يظهروا الدعسوقة بس هي اول واحدة بتظهر، وتشوف ان القط الاسود قاعد حزين وبيقول بحب الدعسوقة هي مش بتحبني. فطبعا بيجيله انذار ان في حالة طارئة واقوى حاجة يعني. بعدين بيقول بلاك مخالب، وبعدين بيطير وفلسع، يعني هو بلاك مخالب بيحوله، وهي بتيجي وقت النقاط بتحوله. وطبعا بيضرب القط الاسود وبياخد مراكلس الدعسوقة، وفاضله القط الاسود، والقط الاسود بيضربه على وشه ويخربشه. بعدين هوكموس بيشيل القناع اللي على وشه، وبعدين بيعرف ان هو ابنه، ومارينات بتنط وتشيله، بيعرف ان هو ابنه. ادريان اجريست بيتصدم طبعا، ويعني مش بيعمل حاجه بس بيتصدم كل حاجه، والاكومه بتطلع منه وبيبقى اطيب من الاول بشويه يعني بسيطه يا صديقي. بعدين هو بيقوم ويقول ايه ده ابويا انت ليه بتعمل كده؟ بعدين بقى بيحكي له على كل الحدوته، وبيقول له ان هو كذا كذا كذا، كان امي مراتك ميته. ايه الغبا ده، ايه الغبا اللي انا بقوله ده، ان هي امك ماتت وانا عايز اصحيها وكده. بعدين ابو الصحاب بترجع تدي الميراكلوس لوانغ فو، وبعدين مارينات بتروح للقط الاسود تقول له، او ادريان يعني تقول له انا الدعسوقة. وبعدين بيقول لها بجد واو وانا القط الاسود. وبعدين واخيرا ابو الصحاب يا ابو الصحاب اخيرا عرفوا. وبعدين بيرقصوا في مشهد جميل ثقة يعني. وبعدين بنشوف انها ناتالي مديرة اعمال جابرييل، بعد ما جابرييل راح السجن ناتالي مديرة اعماله بتبقى في قبر مراته. ويستنى كل الملخصات الجاية. بس كده كان فيديو النهارده بالصحاب،
وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ اكتب تحت في التعليقات.